غالبية الآباء والأمهات أما بيزوروا طبيب الأطفال بيكون تركيزهم على حاجتين بس، وممكن حاجة واحدة يعني. الطفل وزنه كام يا دكتور؟ شوف لي وزنه كده. ونادرا بقى لو كان ملفت للنظر يعني ان هم يقولوا له يا ريت تقيس لنا الطول بتاعه. انما الحقيقه في كارثه وبمعنى كلمه كارثه سايبينها بتحصل من غير ما نحس. كارثه فعلا. ليه؟ لانها ممكن تاثر على نفسيته، تاثر على رجولته، تاثر على انوثتها، وتاثر على الخصوبه كمان. ايه هي كفالة الشر الكارثه دي يا دكتور محمد؟ دي متابعه نمو الاعضاء التناسليه عند الاطفال. ايوه، اهمال نمو الاعضاء التناسليه عند الاطفال. انا عارف ان الموضوع محرج، واول ما نسمع كلمه عضو ذكري عند الاولاد او البنات هنقول لا، كده دخلنا بقى في الخط الاحمر والحرج، خلينا ساكتين. بس السؤال، هو ابنك ولا بنتك يستحقوا ثمن سكوتك ده؟ اعتقدش. هنبدا يا جماعه الاول في الذكور. حجم العضو الذكري بيكون كالتالي، نركز مع بعض في الارقام اللي احنا هنقولها دي دلوقتي. الطفل حديث الولاده بيكون بنتكلم على الذكور. طفل حديث الولاده بيكون طول العضو الذكري من 2 سم ونص ل 4 سم. من عمر سنة لعمر 5 سنوات بيكون الطول من 3 سم ل 4 سم ونص. من عمر 6 سنوات لعمر 10 سنوات بيكون من 4 ل 5 سم. من عمر 11 سنة لعمر 14 سنة بيكون من 6 ل 8 سم. بعد سن البلوغ بيكون من 8 ل 12 سم. طيب، لو الحجم بتاع العضو الذكري عند الذكور أقل من 2 سم في أول سنة، ده بنسميه حاجة اسمها صغر حجم العضو أو ماكرو بينس، وده بيحتاج تدخل طبي فورا. في أسباب يا ترى لصغر نمو الأعضاء التناسلية عند الذكور؟ طبعا في أسباب هنذكرها دلوقتي مع بعضين. أول حاجة يا جماعة، نقص التستوستيرون. ده هرمون بيأثر على تطور العضو من بداية الحمل. لو حصل نقص في الشهور الأولى من الحمل أو بعد الولادة فبيكون العضو ده أصغر من الطبيعي. ده نقص هرمون التستوستيرون. تاني سبب، مشاكل في الغدة النخامية، الهايبوبيتوتريزم. الغدة النخامية دي يا جماعة مسؤولة عن إفراز الهرمونات اللي بتحفز الخصيتين. يبقى مسؤولة عن إفراز الهرمونات اللي هي بتحفز الخصيتين. فلو فيها خلل التستوستيرون هيقل، وبالتالي نمو الأعضاء هيتأثر ويصغر. ثالث سبب، في متلازمات وراثية زي متلازمة اسمها كلاينفيلتر أو تيرنر. دي بيكون فيها اضطرابات في الكروموزومات، ممكن بتؤثر على التطور الجنسي بشكل عام، ومنها طبعا العضو التناسلي. رابع سبب، صغر العضو الخلقي. يعني ربنا خلقه كده، يعني ده اللي هو الماكرو بينس، ودي حالة نادرة بيكون فيها العضو الذكري طوله أقل من 2 سم عند الولادة. وعلى الرغم من ان الخصيتين والهرمونات بتاعته ممكن تكون طبيعية عادي جدا، بس خلقة ربنا زي ما بيقولوا يعني. خامس سبب من أسباب صغر نمو العضو التناسلي عند الذكور اللي هو الخصية المعلقة أو الأندسندد تيستس. لما الخصيتين ما بينزلوش في الكيس بتاع الصفر، ده بيأثر على إفراز الهرمونات، وبالتالي بيأثر على نمو العضو الذكري. سادس سبب اللي هو التعرض. الأم يعني بتكون بتاخد أدوية معينة أو هرمونات معينة وهي حامل في الجنين بتاعها،
زي الكورتيزون مثلا. الكورتيزون ده بيأثر جامد جدا على تطور الأعضاء التناسلية، لذلك يكون في حذر جامد جدا من زملائي أطباء النساء وهم بيعطوا للأم الحامل كورتيزون. أكيد طبعا بيدوه في حالات معينة هم شايفينها يعني. سابع حاجة أو سابع سبب يعني اللي هو بيكون بنسميها اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم، أو اللي هو نقص الحساسية للتستوستيرون. دي حالة نادرة بس لازم نذكرها يعني. بيكون فيها الجسم مش قادر يستجيب لهرمون التستوستيرون رغم ان هو موجود، بس الجسم مش قادر يستجيب له. يبقى دي ذكرناها دلوقتي اللي هي اسباب صغر نمو العضو الذكري عند الذكور. طيب يا دكتور، انا كأم او كأب مثلا اقدر اقيس العضو الذكري لطفلي في البيت؟ هقول لك طريقه بسيطه جدا وتقدري طبعا تقيسيها في البيت عادي جدا. اول حاجه بنخلي الطفل يا جماعه مسترخي، والمكان اللي هو حواليه بيكون دافي، ما يكونش مكان بارد عشان ما يحصلش انكماش في العضو الذكري، بيكون المكان دافي حواليه. بعد كده انا بستعمل مسطره جميله لطيفه خفيفه كده خالص، او مثلا بستعمل المازوره بتاعتي المازوره بتاعتي اللطيفه برضو اهي بترجع تاني. وببدا شد بسيط بالنسبه للعضو، وهو طبعا غير منتصب، ما يكونش منتصب يعني. بقيس لو احنا مثلا اعتبرنا ان ده العضو الذكري وده التقاؤه في منطقه قاعده البطن مثلا، بقيس بقى الطول بتاعه من اول البطن بتاعته وانا شداه شده خفيف كده، وببدا اقيس بالطول بتاعه من اول قاعده لحد النهايه بتاعته. تمام؟ بيطلع عندي بقى في المسطره الطول بتاع العضو الذكري. دي اللي هي الطريقه البسيطه خالص اللي حضرتك بتقيسي بيها العضو الذكري في البيت.